بعد سنوات طويلة من الانتظار، وبعد وعود متكررة وحكايات لا تنتهي عن الخطط المؤجلة والأحلام المعطلة، جاء اليوم الذي يرى فيه عشاق النادي الأهلي حلمهم الكبير يتحقق على أرض الواقع. أستاد النادي الأهلي هو ليس مجرد مشروع رياضي، بل رمز لطموح عريق انتظره الملايين، وها هو اليوم يتحول من حلم إلى حقيقة تبنى بالطوب والحديد. تعود فكرة إنشاء استاد خاص بالنادي الأهلي إلى أكثر من 20 عاماً، حيث ظلت تلك الأمنية تطرح في الاجتماعات وتكتب في البرامج وتذكر على ألسنة الإدارات المتعاقبة، لكن العوائق كانت كثيرة، من نقص التمويل إلى تعقيدات الإجراءات الحكومية، ثم الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، وكلها حالت دون تنفيذ الحلم. ومع ذلك ظل الأمل حياً في قلوب الجماهير. وفي عام 2018 أعلن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عن نية حقيقية لإنشاء استاد الأهلي ضمن مشروع ضخم يضم مدينة رياضية متكاملة ومراكز تجارية وخدمية، وهو ما مثل نقطة تحول كبرى. إلا أن التنفيذ تأجل مجدداً بسبب تحديات اقتصادية وتقنية، ليعود الحلم إلى طي النسيان لبعض الوقت. أما عن التكلفة، فقد أعلن المسؤولون أن المشروع يتجاوز 4.5 مليار جنيه مصري كميزانية مبدئية تشمل إنشاء الاستاد والمدينة الرياضية والخدمات المحيطة به. وما يميز هذا المشروع هو كونه ممولاً بالكامل عبر شراكات استثمارية دون تحميل النادي ديوناً تثقل كاهلة، مما يضمن له الاستفادة الاقتصادية المستدامة. ويمثل هذا الاستاد نقطة انطلاق حقيقية لعصر جديد في تاريخ الأهلي، إذ سيتحرر الفريق من قيود الملاعب المستأجرة، وسيملك ملعباً خاصاً يخاض فيه البطولات أمام جماهيره الوفية. كما سيصبح الاستاد مصدراً هاماً للدخل من خلال المباريات، الفعاليات والرعاية التجارية، وهو ما يعزز استقلال النادي المالي. ولعل الأهم من كل ذلك أن الاستاد سيصبح بيتاً لكل أهلاوي، بيتاً يعبر عن هوية النادي وتاريخه العريق، ومكاناً لصناعة المجد القادم تنقش فيه البطولات وتكتب فيه اللحظات التي ستخلد في الذاكرة. وفي الختام نستطيع القول بكل فخر: لقد طال الانتظار، لكن الحلم لم يمت، واليوم الأهلي لا يتحدث عن الاستاد بل يبنيه. هذه ليست نهاية القصة، بل بدايتها الحقيقية، بداية عصر جديد يسطر فيه الأهلي فصلاً جديداً من التميز في ملعب من صنع يديه، وبإرادة جماهيره وعزيمة أبنائه.